السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم برامو للمعلومات. للحاصلين على دبلوم تقني متخصص، تم الإعلان عن مباراة توظيف محررين قضائيين من الدرجة الثالثة بوزارة العدل. إذا في الفيديو غادي نشوفوا شنو هما الشروط، كذلك طريقة التسجيل. بالنسبة لآخر أجل التسجيل هو نهار 8 يوليو 2024، هو آخر أجل لعملية التسجيل الإلكتروني. إذا الآن غادي نشوفوا هذه المباراة ونشوفوا التخصصات المطلوبة، ونمروا المرحلة الثانية إلى طريقة التسجيل. إذا الإعلان ديال المباراة هو هذا كما تلاحظوا. بالنسبة لهذه المباراة اللي غتجرى نهار 29 شتنبر، اللي هي مباراة توظيف 160 محرر قضائي من الدرجة الثالثة سلم سعود للقيام بمهام عمل هيئة الكتابة الضبط، وذلك وفق مبين بجدول التالي. إذا هذوما التخصصات لطالبين. إذا بالنسبة للشهادة أو الدبلوم لطالبين، إما تقني متخصص، أو الناس اللي عندهم الشهادة التقني العالي ديال البي تي اس، أو الناس اللي عندهم الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، أي الناس اللي عندهم دبلوم ديال يو اس تي في هذه التخصصات اللي غنذكروا الآن. بالنسبة للتنمية المعلوماتية طالبين 90 منصب، تدبير المقاولات أو التجارة أو المحاسبة 33 منصب، كتابة الإدارة وتقنية الكتابة الإدارة 30 منصب، التصنيع على آلات ذات التحكم الرقمي 4 مناصب، فنون والصناعة الطباعة 3 مناصب. إذا بالنسبة للمراكز اللي غتجرى فيهم هاد الاختبارات، كاين طنجة، تطوان، الحسيمة، وجدة، الناظور، فاس، مكناس، تازة، الرباط، قنيطرة، الرشيدية، ورزازات، الدار البيضاء، سطات، الجديدة، مراكش، اسفي، بني ملال، خريبكا، أكادير، قلميم، العيون، ومراكز أخرى اقتضت الحاجة. إذا بمعنى أن الناس اللي غيتسجلوا في هذا الموقع في عملية التسجيل غتختار حتى المركز اللي قريب ليك باش تدوز فيه اختبار كتابي. كذلك كاينه واحد 25% من مناصب الناس متوفرين على صفة مقاوم أو مكفول أمة وعسكري قديم أو محارب قديم. كذلك كاين 7% من مناصب ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا نشوفوا هنا الشروط. بالنسبة للمباراة تفتح بجوج مترشحين المتوفرين على الشروط التالية. أول شيء يكون عندك الدبلوم المذكور، إما الدبلوم ديال التقني متخصص أو شهادة التقني العالي بي تي اس، أو بالنسبة للدبلوم جامعي التكنولوجيا على حسب التخصصات المطلوبة. كذلك السن، بالغين من العمر 18 حتى 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير السنة الجارية، أي كل عمر ديالك ما يكونش قل من 18 سنة في 1/1/2024، وما يكونش أكثر من العمر ديالك من 40 سنة في 1/1/2024. بالنسبة لطريقة التسجيل أو بالنسبة للمادة كيفاش تسجل، إذا كما قلنا لكم انت غتسجل غتختار مركز واحد، أي أنك كتختار شنو المدينة اللي بغات تدوز فيها. إذا ما عندكش حق تختار جوج مراكز. كذلك خاصك البطاقة الوطنية تكون على شكل PDF، والدبلوم ديالك يكون على شكل PDF، والباكالوريا ديالك تكون على شكل PDF. أي أن الناس اللي بغا يتسجلوا في هذه المباراة خاص يكون عنده الدبلوم ويكون حاصل على شهادة الباكالوريا. والناس اللي عندهم دبلوم كذلك تقني، أي كاين بعض الناس اللي تيكون داير تقني ومن تقني دار تقني متخصص، إذا يمكن لك أنك في بلاصة الباك دير الشهادة ديال التقني. كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم هذيك الصفة ديال مكفول أمة معسكري قديم خاص تكون عندهم هذيك البطاقة ديال هذه الصفة. وكذلك بالنسبة للناس اللي عندهم وضعية إعاقة تكون عندهم بطاقة ديال وضعية إعاقة. كذلك بالنسبة للموظفين كما قلنا لكم خاص ضروري يكون عنده ترخيص. بالنسبة للمترشحين المتوفرين على صفة مكفول أمة وعسكري قديم، تقديم طلباتهم حسب مسطرة الترشح مع إلفاق ملفات ترشيحهم من مثبت هذه الصفة واستكمال مسطرة لاحقا عن طريق إدارة مكلفة بتشييش شؤونهم. إذا بالنسبة كما تلاحظوا اللوائح ديال الانتقاء الناس اللي غيدوزوا اختبار كتابي تم الإعلان ديالها عبر المنصة ديال وزارة العدل، وذلك 15 يوم على الأقل قبل تاريخ إجراء المباراة. إذا قبل من إجراء المباراة ب 15 يوم غادي يعلنوا على اللوائح ديال الناس اللي تم الانتقاء ديالهم. كذلك بالنسبة للوائح ديال الناس اللي غيتم الانتقاء ديالهم غتعرض في نفس المنصة. بالنسبة كاين اختبارات كتابي واختبار شفوي واختبار تطبيقي.
الاختبار الكتابي كاين فيه أسئلة عامة ديال متنوعة أو قضايا، إما يكون أسئلة ديال KCM أو موضوع، المدة ديال نصف الساعة المعامل 5. واختبار شفوي أو تطبيقي تتناقش مع لجنة الاختبار مترشح مواضيع قضايا مختلفة، المدة ديالو من 15 دقيقة حتى 30 دقيقة والمعامل ديالو 3. بالنسبة للإعلان عن لائحة الناجحين غيكون كذلك عبر المنصة اللي غيحددوا لكم المكان والزمان اللي غتجرى في الاختبار الشفوي بالنسبة للناس اللي غيدوزوا الاختبار الكتابي. كذلك سيتم تعيين مقرات العمل الشاغرة من طرف الإدارة بناء على دراسات الخصائص مسجل فعليا. إذا على حساب الخصائص، على حساب كل بلاصة في غيكون التعيين. إذا هذا بالنسبة للشروط كما قلنا ديال الناس اللي بغا يولجوا لهذه المباراة ديال توظيف محرر قضائي من الدرجة الثالثة. إذا كما قلنا 160 منصب متوزع على حساب التخصصات. الآن غادي نمروا طريقة التسجيل. إذا رابط التسجيل هو هذا، غطلع لنا هذه الصفحة كما تلاحظوا. بالنسبة لهنايا تيقول مرجو إدخال المعلومات التالية. أول شيء تنديروا هنايا تسجيل جديد كما تلاحظوا، غنهبطوا للأسفل، غنقوموا بملء هذه الخانة تم الاطلاع على البيانات وغادي نديروا طلب التسجيل. إذا كما تلاحظوا هنايا كاين عندنا 3 المراحل. المرحلة الأولى تسجيل المعطيات الشخصية، المرحلة الثانية اختيار المباراة، المرحلة الثالثة تحميل طلب الترشيح. إذا حنا غنمشيو معكم إيطاب بار إيطاب. أول شيء تدير كلمة المرور، وتنتمنى من الناس اللي غتسجل في هذه المباراة كلمة المرور عقل عليها، حيت من خلال كلمة المرور باش أنك تقوم بسحب الاستدعاء ديالك والاطلاع واش الاستدعاء ديالك في حالة القبول ديالك في لوائح الانتقاء. إذا هنا غدير كلمة المرور وإعادة كلمة المرور ديالك. هنا غدير الاسم الشخصي بالعربية، اسم العائلي بالعربية، اسم الشخصي بالفرنسية والاسم العائلي بالفرنسية، رقم البطاقة الوطنية ديالك، مترشح واش ذكر ولا أنثى، تاريخ الزياد اليوم والشهر والسنة، المدينة المزداد بها بالفرنسية دير المدينة اللي تزادتي بها بالفرنسية، المدينة المزداد بها بالعربية دير السمية ديال المدينة ديك بالعربية، وهنا الإيميل ديالك. غندوزو المرحلة الثانية اللي هي العنوان الشخصي بالعربية والفرنسية، المدينة ديال اللي ساكن فيها حاليا بالعربية والفرنسية كذلك، رقم الهاتف محمول واحد غدير رقم التليفون ديالك، في حالة إذا كانت عندك شي نمرة أخرى تضيفها هنايا. هنا غدير اسم الأب فقط بالعربية، السمية ديال الأب سميتو أحمد غدير أحمد، اسم الأم ديالك كذلك بالعربية. هنا الحالة العائلية واش عازل متزوج مطلق على حساب الحالة ديال العائلية، عدد أبناء في حالة إذا كنتي متزوج أو مطلق واش عندك شي أبناء، في حالة ما كان والو غدير 0. لا عندك الصفة ديال المقاول أو مكفول أمة غدير نعم، ما عندكش غدير لا. نفس الشيء بالنسبة للمكفول أمة نعم أو لا. هنا غتتقن اللغة الأمازيغية، في حالة كتتقن اللغة الأمازيغية التشلحي التاريخي التمازيغ الحسانية على حساب نتايا شنو هي اللغة الأمازيغية تتقن. ما كان عندك حتى شي لغة أمازيغية دير لا. كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم صفة ديال ذوي احتياجات خاصة، إلا كانت غدير نعم وغدير نوع الإعاقة واش حركية أو بصرية أو سمعية، في حالة كنت تحتاج مرافق دير نعم أو لا. وهنا تدير رقم رسالة الإعاقة اللي تكون في البطاقة ديال الإعاقة، في حالة ما كانت شي إعاقة غدير لا. هنا بالنسبة للصفة، إلا كنتي مترشح حر أي أنك ما موظفش غدير حر، إلا كنتي موظف غدير نعم وتعمر المعلومات ديال رقم التأجير والإطار والترخيص في حالة كان ترخيص والإدارة منشغلة. في حالة ما كنتي حر أي أنك ماشي موظف غدير حر. هنا غتقوم بإدخال الوثائق كما قلنا، البطاقة الوطنية هي الأهم من الأمام ومن الخلف، تكون على شكل PDF وكل الحجم ديالها متيتعداش 1 ميجا أوكتي. في حالة الموظفين غاديروا ترخيص، في حالة ما كنتيش موظف غتخليها فارغة. شهادة تثبيت الإعاقة كذلك بالنسبة لهاد الوضعيات الإعاقة، إلا كانت الشهادة غديرها مكانش غتخليها فارغة. في حالة كانت عندك صفة مكفول غتدخل هاد الشهادة، في حالة مكانش غتخليها فارغة. إذا بالنسبة للناس اللي ما عندهم حتى صفة من هاد الصفات غيدير البطاقة الوطنية فقط. من بعد غادي دير أشهد بصحة المعلومات، وغادي دير تسجيل المعطيات باش ندوزو ليطاب الموالي باش نختاروا المباراة. غير واحد النقطة مهمة، في حالة أنك فاليديتي وكان شي خطأ ما يمكنش تعدلو، إذا قبل ما دير عملية الموافقة خاصك أنك تراجع المعلومات ديالك. إذا حنا الآن غنقوم بملء هذه المعلومات باش ندوزو للمرحلة الموالية.
إذا إخواني أخواتي، من دزنا ليطاب الموالية تعطونا هنايا بالنسبة للمرحلة ديال اختيار المباراة. إذا كاينين ما تلاحظوا المباراة توظيف محرر من القضاء من الدرجة الثالثة. كاينين التخصصات كما تلاحظوا على حسب التخصصات اللي ذاكر لنا: التنمية المعلوماتية، تدبير المقاولات أو التجارة والمحاسبة، كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة، تصنيع على الآلات ذات التحكم الرقمي، فنون والصناعات، الطباعة. إذا هنايا تنختاروا حنا على حساب الدبلوم اللي عندك في تدبير المقاولات غادير تدبير المقاولات، عندك في الكتابة غادير الكتابة على حساب نتايا شنو عندك في التنمية غادير التنمية. حنا غنجيو تدبير المقاولات على سبيل المثال كليكو على الترشح. إذا كما تلاحظوا تيطلعوا لنا هنايا بعض المعلومات اللي غنقوم ديالها. إذا كما تلاحظوا تيطلعوا لنا المعلومات اللي غادي نكملوها بالنسبة للمباراة ديال التوظيف. على سبيل المثال حنا اختارين تدبير المقاولات أو التجارة أو المحاسبة. غتختار نتايا هنايا المركز اللي غدوز فيه الاختبار. إذا على حساب نتايا المدينة اللي قريبة لك، على سبيل المثال كنتي قنيطرة غدير قنيطرة، على حساب نتا فين قريبة لك مدينة أو مدينة في الساكن. على سبيل المثال حنا غنديرو مراكش على سبيل المثال. تخصص عندنا تدبير المقاولات. نوع الدبلوم بالعربية دير دبلوم على سبيل المثال دبلوم على سبيل المثال عندك تقني متخصص، دبلوم تقني متخصص في تدبير المقاولات على سبيل المثال. أو الناس اللي عندهم دبلوم تقني في المحاسبة أو تقني متخصص في المحاسبة، أو الناس حسب شنو عندك الدبلوم اللي عندك تا شادو. نوع التخصص تدبير المقاولات على سبيل المثال. واحد النقطة هنايا غدير نوع الدبلوم، غدير دبلوم تقني متخصص كما تلاحظوا، غدير دبلوم تقني متخصص. بالنسبة للناس اللي عندهم دبلوم ديال دبلوم تكنولوجي بالنسبة لليو اس تي أو دبلوم شهادة التقنية العالية كتبها هنايا. إذا حنا غنديرو دبلوم تقني متخصص تخصص تدبير المقاولات. المؤسسة المانحة للدبلوم غدير سميت مؤسسة، على سبيل المثال معهد متخصص حسب فينا بلاصه شديتي تا الدبلوم، مؤسسه اللي شدي فيها الدبلوم مراكش على سبيل المثال. حنا نديروها مجرد حنايا اكزامبل، زعما تدير هنا اسم المؤسسه اللي خديتي فيها الدبلوم ونفس السنه خديتي فيها الدبلوم. على سبيل المثال حنا غنديرو 2020 على سبيل المثال. هل تتوفر على شواهد اخرى؟ نعم، كانت عندك شي شواهد اخرى غتضيفها. على سبيل المثال عندك الاجازه، ولا عندك شواهد شهاده في العلوم ولا القانون ولا الاقتصاد، ولا عندك على سبيل المثال شواهد اخرى في المعلوميات تضيفهم. ما عندك والو غدير لا. هنا اللغه الاجنبيه غدير الفرنسيه على سبيل المثال، غدير لها اضافه كما تلاحظوا. ولا عندك كذلك الانجليزيه غدير لها كذلك تدخلها ودير لها اضافه. من بعد غندوزو المعلومات بخصوص الدبلوم. كما تلاحظوا هنا غتقوم بادخال الدبلوم ديالك. كما تلاحظوا غتدخل الدبلوم ديالك على سبيل المثال. الدبلوم ديالنا هو هذا، غتدخلو سكاني على شكل بي دي اف وتدخلو. كذلك عندك بالنسبه هنا قرارات معادله، بالنسبه للناس عندهم معادله تخليها ما عندكش غتدخلها فارغه، كتشد الدبلوم تخليها فارغه. وهنايا غتدخل البكالوريا ديالك على شكل بي دي اف. بالنسبه للناس اللي طالعين من التقني المتخصص غدير الدبلوم ديال التقني المتخصص. اذا حنا غنديروا الباك والدبلوم ديالنا، ومن بعد تدير هنايا الشهاده بصحه المعلومات ودير تسجيل الطلب. من بعد ما دير تسجيل الطلب تقوم بعمليه المصادقه وتقوم بعمليه استخراج استمارات التسجيل. اذا طريقه سهله في عمليه التسجيل في هذه المباراه بالنسبه لمباراه توظيف محررين قضائيين من الدرجه الثالثه. كما قلنا لكم بالنسبه لاخر اجل التسجيل راه هو نهار 8 يوليو على الساعه 4:30 بعد الزوال. اذا ردوا بالكم من التاريخ تقريبا بقى 8 ايام زائد 15 يوم. اذا تقريبا بقى المده ديال شي 23 يوم او 24 يوم ديال عمليه التسجيل. اذا بالنسبه لعمليه التسجيل راه سهله. وفي الاخير ما تنساوش الدعم ديالنا في القناه ديالنا برا معلوميات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.